العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل، أينما كنتم سيداتي سادتي من تلفزيون دولة ريتبيا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. استلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. اختتام أسبوع القانون، لقاء لتقييم نتائج التعليم في الإقليم الأوسط، دعوة للعناية بالفم والأسنان، صربيا وكوزوفو تبحث عن تطبيع العلاقات برعاية الاتحاد الأوروبي، برلين وطوكيو تعتزمان تعزيز علاقاتهما في الأمن والاقتصاد. وزير خارجية مصر وتركيا يؤكدان بدء مرحلة جديدة من التعاون. اختتم أسبوع القانون الوطني الثاني المنظم من 13 وحتى 18 من مارس الجاري تحت شعار القانون للكرامة الإنسانية والتنمية. اشتمل أسبوع القانون الذي استمر الأسبوع على دعم الخدمات القانونية ومسابقات المعلومات العامة ومقابلات ومنشورات عبر وسائل الإعلام وبرنامج حماية البيئة وسيمينار موجه للإريتريين في الخارج بالفيديو الافتراضي. ونظم يوم 18 من مارس ضمن أسبوع القانون بازار في شارع الحرية في أسمرة بمشاركة المرافق الخدمية وعروض فنية وأنشطة نظافة وتشجير ورعاية الأشجار وفعاليات أخرى. كما قدمت شهادات تقديرية ل 21 امرأة نموذجية عاملة في نظافة شوارع أسمرة. وأوضح السكان أن أسبوع القانون إلى جانب مساهمته في التنوير بالقانون كان ترفيهيا وتعليميا. وكانت وزيرة العدل فوزية هاشم قد ذكرت أن الهدف من أسبوع القانون رفع الوعي والحصول على أفكار نظافية واستجابة بما يبين قيم المجتمع دون الاقتصار على النظريات والمبادئ الفكرية وتحقيق مهام العدالة. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل كانت قد نظمت أسبوع القانون الأول في شهر ديسمبر 2021 تحت شعار القانون وبناء الوطن. إلى ذلك نظمت وزارة العدل بمناسبة الأسبوع القانون الوطني في 17 من مارس سيمينارا عبر الوسائل الافتراضية للمواطنين في الخارج استمر لساعتين ونصف الساعة وتطرق مختلف المجالات القانونية. وافتتحت السيمينار وزيرة العدل فوزية هاشم وتابعه أكثر من 500 مواطن، وتناول مواضيع عدة القانون والتنمية والعلاقة الثقافية بالحقوق الإنسانية. وقدم الخبير القانوني السيد ناتنيال فتسوم ورقة بعنوان القانون والتنمية موضحا العلاقة بين القانون والتنمية وأهمية القانون في التنمية والقيم المزدوجة بين القانون والتنمية كالاعتماد على الذات والعدالة الاجتماعية والخيار المستقل وضرورة تنفيذها في البرامج التنموية. كما قدم السيد أمان هبتزكي ورقة بعنوان العلاقة الثقافية بالحقوق الإنسانية، حيث ذكر ضرورة النظر إلى الحقوق الإنسانية العالمية التي يجب تنفيذها بالتساوي بعين العلاقة الثقافية وليس بعين العالمية. وكذلك النظر أيضا إلى الحقوق الإنسانية وفق المجتمع الذي ينفذ القيم، ولتفعيل ذلك يجب التعرف جيدا على القيم المجتمعية. وعبر المشاركون عن امتنانهم بالتوضيحات المفصلة المقدمة مبدين آرائهم في تقديم المساعدات والمواضيع المطروحة وغيرها من المجالات. في الختام شكرت وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم المشاركون بمشاركتهم الفاعلة واهتمامهم بالموضوع. نظم فرع التعليم في الإقليم الأوسط في 16 من مارس مداولات لتقييم أنشطته شارك فيها مسؤولو الوحدات في الفرع والمكاتب في المديريات ومدراء المديريات والضيوف المدعوين. وذكر مسؤول الفرع الأستاذ بلاي هبتجابر بالانطلاق من النتائج المسجلة في النصف الأول من العام الدراسي 2022-2023 أهمية التعرف على المميزات وحفظها والنواقص لتحقيق نتائج جيدة.
وأشار مسؤول التعليم في المديريات في تقاريره المقدمة في المناسبة إلى بدء العام الدراسي في أوانه وإجراء استعدادات لازمة بالتنسيق مع مديري المدارس. وقدمت توصيات لمنح اهتمام أكبر حول عملية التقيب والمقاطعة، وعلى المعلمين التعرف على الأوضاع عن كثب للحد من جوانب القصور وتنظيم دورات تأهيلية للمعلمين والمشرفين التربويين ومديري المدارس في الخريف. وذكر المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الأوسط العقيد المهندس ولد قرقش أن التقارير المقدمة تحمل مسؤولية كبيرة فيما يخص تحقيق برامج فاعلة مستقبلا، وأن المسألة لا تترك لقطاع التعليم فحسب، بل يجب على كافة أفراد المجتمع إبداء المشاركة الفاعلة. دعا أطباء الأسنان في مستشفى كرن للعناية بالفم والأسنان لإمكانية تسببها بالأمراض. وأوضح الدكتور برخة تسفو والدكتور محمد تخستا أهمية الأسنان في الجهاز الهضمي وهيكل الوجه، وأن تلفها يمكن إحداث أضرار جمة. ودعا المواطنين للإسراع إلى المؤسسات الصحية في حال تسوس الأسنان ومصاعب صحية في الفم. وقال مسؤول قسم طب الأسنان الدكتور عمر الدين إبراهيم أن أغلب مرضى الأسنان القادمين إلى المستشفى جاءوا لتسوس الأسنان، وأن العناية الصحية السريعة تحول دون ذلك. ونصح الأطباء لتنظيف الأسنان وتجنب المأكولات السكرية والتدخين والتبغ. تجري أنشطة نافير واسعة لحماية التربة وحفظ المياه في دق وقرورة ومهميمة في مديرية قرورة. وقام السكان وعمال المؤسسات الحكومية وأعضاء قوات الدفاع بصيانة الحواجز التحويلية بطول 800 متر في أراضي ملعية الزراعية و400 متر في دق قرورة. وأوضح مدير مديرية قرورة السيد إدريس علي أن الهدف من النفير تحويل سيود أودية فلكت وتبح وأقرع وحشكب ووجوبة إلى الأراضي الزراعية البالغ مساحتها حوالي 5000 هكتار في ملعيد ودق قرورة، وزعت مؤخرا للمواطنين، مشيدا بالعمل المتفاني للسكان والعمال وقوات الدفاع. إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. تستضيف مقدونيا الشمالية قادة كوزوفو وصربيا لإجراء محادثات جديدة صعبة بشأن تطبيع العلاقات بينهما برعاية الاتحاد الأوروبي الذي زاد مؤخرا الضغوط على الجانبين. يأتي الاجتماع على ضفاف بحيرة أخريد في جنوب غرب الدولة البلقانية الصغيرة بعد فشل المحادثات في بروكسل الشهر الماضي، حيث تم الكشف عن خطة سلام أوروبية. ومن جديد سيسعى منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى التقرب من الموقفين، موقفين رئيس الوزراء كوزوفو ألبين كورتي ورئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، وبعد أكثر من عقدين على حرب دامية بين متمردين انفصاليين كوزوفيين والقوات الصربية. وتنص الوثيقة الأوروبية المؤلفة من 11 مادة على أن الطرفين يعترفان بشكل متبادل بوثائقهما ورموزهما الوطنية الخاصة بكل منهما، وأنهما لن يستخدما العنف لحل الخلافات بينهما. أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والمستشار الألماني أولاف شولتز في مؤتمر صحفي مشترك في طوكيو تعزيز علاقات بلديهما في مجالات الأمن الاقتصادي والدفاع. ويزور شولتز اليابان للمرة الثانية في أقل من عام برفقة 6 وزراء ووفد من مدراء الأعمال في ألمانيا، إذ ترقب برلين بتوسيع تبادلاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى ما هو أبعد من الصين. وشدد كيشيدا وشولتز على حاجة بلديهما إلى زيادة تنويع مصادر الإمدادات التي شهدت اضطرابات على خلفية جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. وأوضح كيشيدا أن طوكيو وبرلين ترقبان بتعزيز تأثيرهما في قطاعات استراتيجية مثل موارد التعدين وأشباه المواصلات والبطاريات، وتبادل أفضل الممارسات للتعامل مع المخاطر. أكد وزير الخارجية المصري
سامح شكري ونظيره التركي مولود جاوش أوغلو سعي بلديهما إلى تطبيع العلاقات بينهما وبدء مرحلة جديدة من التعاون. وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع جاوش أوغلو بالقاهرة أن بلاده تعمل من أجل تطبيع العلاقات مع تركيا وبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك. من جهته أكد جاوش أوغلو أن بلاده ستعمل على إعادة تبادل السفراء مع مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية جادة من أجل تطوير العلاقات. وأشار إلى أن الرئيسين التركي والمصري رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي تعهدا خلال لقائهما بالدوحة في نوفمبر الماضي بتطوير العلاقات بين بلديهما. استيقظ سكان بلدة أسترالية إقليمية ليجدوا ملايين الأسماك الميتة في نهرهم، وتم الإبلاغ عن نفوق الأسماك على نطاق واسع لأول مرة في مدينة مينيندي في نيو ساوث ويلز الأسترالية، فيما قالت هيئة الأنهار بالولاية أن ذلك كان نتيجة لموجة حارة مستمرة تؤثر على نهر دارلينغ باكا. ويقول السكان المحليون أن هذه هي أكبر حادثة لنفوق الأسماك في المدينة التي شهدت نفوقا كبيرا آخر للأسماك قبل 3 سنوات فقط. وقالت هيئة الأنهار بالولاية أن ذلك نتيجة لموجة حارة تؤثر على نهر دارلينغ باكا. ختاما لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. اختتام أسبوع القانون، لقاء لتقييم نتائج التعليم في الغرب الأوسط، دعوة للعناية بصحة الفم والأسنان، صربيا وكوزوفو تبحث عن تطبيع العلاقات برعاية الاتحاد الأوروبي، برلين وطوكيو تعتزمان تعزيز علاقاتهما في الأمن الاقتصادي، وزير خارجية مصر وتركيا يؤكدان بدء مرحلة جديدة من التعاون بينهما. دمتم في أمان الله وحفظه.